السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان جوزها مسافر بقاله كام سنة، بس بينزل اجازات يعني وكده. فبتقول انا ساكنة في بيت عيلة، انا في الدور التالت وحماتي في الدور التاني. الاول اكل وشرب وهرجلة وبهدلة طول النهار، تطلع ايه على النوم هي وابنها. هي معاها ولد غير جوزي، ومعاها صبيان تاني بس متجوزين برا البيت، انا اللي متجوزة في البيت. وبتقول مفيش حاجه بيني وبينها، انا بقالي 5 سنين متجوزه ومفيش اي مشاكل بيني وبينها، وعندي بنتين والدنيا حلوه، بنزل اعمل لها اللي هي عايزاه واطلع ايه على النوم. فبتقول بقالي فتره كده. طبعا انا بسيب المفتاح في الباب بما ان مفيش حد غريب في البيت. طلعت مره اجيب حاجه من فوق، لقيت اخو جوزي قاعد في الشقه، فبقول له ايه ده، في ايه؟ انت ايه اللي طلعك هنا؟ قال لها انا قاعد بعمل تليفونات وقاعد بتفرج في التلفزيون، وفي حاجه؟ قلت لا بس انت ما قلتليش يعني. قال لا بقول لك ليه، مش بيت اخويا وبيتنا؟ فبتقول نزلت قلت لحماتي، قالت لها بقول لك ايه، هو ضايقك في حاجه؟ قالت لها لا. قالت لها طب خلاص ما تسيبيه، ايه بعيد عننا وخلاص، وايه نخلص شغلنا وما تقوليش لجوزك عشان ايه ما يشدش واخوه كده. قالت لها طب ما هيشد يبقى عارفه ان ده غلط. قالت لها هو في ايه يعني، مفيهاش حاجه، سيبيه بس ايه عشان ما يقعدش يقرفنا ويزن علينا، سيبيه. فبتقول طبعا اضطريت ان اسكت، رحت جايبه البنتين معايا، انا بخاف برضه مفيش حاجه تضمن اللي من دول. فبتقول رحت جايبه العيال ونازله في يوم. لقيت بعديها كام يوم برضه انا انزل من هنا وهو يطلع من هنا، واقول لحماتي ما ينفعش. تقول لي يا ستي اسكتي كبري دماغك، يعني هو هيعمل ايه؟ طب ما انتوا عندكم شقه مقفوله ما يطلع فيه. اسكتي بس فرحان بحاجه اخوه. طبعا الوضع ما عجبنيش، كان في مواعين في الحوض عندي، رحت الضلعه اغسلها وهو موجود، طبعا كنت مكسوفه ومحروجه. انا عايزه اخد راحتي انا وعيلة بيتنا، انا بخلص حاجتي وبطلع، يعني مش بقعد اليوم كله. المفروض بعد المغرب مثلا هغسل المواعين واروق لها الشقه، هي تطلع شقتها وانا اطلع شقتي، اشوف بقى مذاكره عيالي واحميهم واغير لهم ونقعد بقى بيتنا براحتنا. المهم لا، مفيش الكلام ده. رحت طالعه فجاه، انا والبنات قلنا خلاص بقى عشان نقعد نرتاح، لقيته نايم فوق. فرحت واخده العيال ورحت نازله، اتخضيت، رحت واخده العيال ونازله بقول لها الحقي ابنك نايم فوق. قالت لها طب وخلاص وايه يعني، خشي نامي مكانه انت والعيال. فقلت لها لا ما ينفعش، انا عايزه اطلع بيتي. قالت لها بس خشي بس، يعني هو ايه اللي هيحصل، ما هدومه وخلاص. فبتقول جوزي راح بيكلمني يعني بيسأل عليا، بيقول لي انت